لاست كويتشن. يعني انا قريت كتير وسمعت ان رغم استقرارك مع الشبيبه وانك في منافسه قويه مع المولوديه رغم فرق المعجلات مع الفرق الدوري الجزائري، لكن المولوديه والشبيبه هم فرس الرهان دايما في المنافسه على صداره الدوري الجزائري، لكن مع ذلك اقرا دائما ان هناك عروض تصل الى جوزيه زيمباور. يعني هناك عروض من مصر، من بعض الدول العربيه، هناك عروض من انديه كبيره. هل ما زالت عروض تتلقاها خلال تلك الفتره؟ هل ممكن نسمع جديد في الفتره القادمه، ام ما هو يعني المعلومات الدقيقه من خلالك كمدير فني لفريق الشبيبه في هذه الفتره؟ في البداية يجب أن أقول لا أتحدث عن أي عروض محتملة أو مقدمة لي، لأني أحترم كل الأندية، ولكن من الطبيعي الآن أنا في تجربة مختلفة، في تجربة في بلد كبير في إفريقيا مع جهاز فني يثق فيا كثيرا، يؤدون أداء رائعا وهم معي في كل مكان أذهب إليه. أعتقد ونحن قد دربنا في أفضل الفرق في إفريقيا، فبالتالي أنا دائما أختار جهازي الفني بعناية. ولكن وإذا نظرت، إذا أهملت النجاح وإذا أهملت خططك المستقبلية لن ينظر إليك أي نادي، فبالتالي يجب علينا أن نركز. أعرف أن الجميع هنا يعرفون أنني إذا عملت في نادي فسيكون هذا هو بيتي، وسأعمل على تحقيق أفضل النتائج. فالعروض لا تأتي من نفسها، العروض تأتي نتيجة نجاحات. فإذا كان هناك عروض على الطاولة يجب أن نترك الأمر مفتوحا، ولا يمكن أن نتحدث مع أحد حتى نكمل مهمتنا وحتى يعرف النادي ويقدم الأمر إلى النادي ويكون الأمر واضحا وقد أكملت مهمتي. الجميع يعرض والجميع يتكلم، ولكن الحل في قضيتي هو أني لن أتكلم. أنا أترك الأمر مفتوحا، لا أحد يعرف. أنا غادرت الكثير من الفرق من قبل، لم أطرد من أي نادي، ولكن تركت النادي بكل احترام. أديت أداء رائعا مع الفريق حتى الآن. الفريق الآن يؤدي بشكل مذهل، لدينا لاعبين شباب، لدينا كل اللاعبين المناسبين حتى الآن، وربما بعض اللاعبين الذين سيعودون للفريق لاعبين سابقين. لدينا الآن لاعبين جدد كما ذكرت في بداية الموسم، يؤدون أداء جيدا، فبالتالي ليس سهلا أن أقارن، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة. ولكن أنا سعيد هنا، ولكن دائما الأمر مفتوح أمام الجميع كمدير فني، وهذه هي مهمتي. مستر جوزيف زيمباور المدير الفني لشبيبة القبائل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمداخلة القيمة من خلال برنامج الترند. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أراكم قريبا في القاهرة. شكرا جزيلا، وبشكر كمان زميلنا الأستاذ مصطفى علي على هذه الترجمة والحوار الراقي والمتميز اللي مليء بالمعلومات المهمة عن مواجهة مرتقبة بإذن الله بعد أقل من أسبوعين في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.